تقول ريحه. انا مش جلست لتما كده بالجلس نوض لي ما والو شي ينوض لي. قال لي يلا داك تلعب دينا واش نوض لي. وبين دخلت مع العشاء على حساب الموطور جرى عليا. قلت لها بدينا انا بغيت ندخل العشاء بدا تجريش عليا كيفاش. قال لي سيري سيري كاين السم ديال الطوبه والسم الحقيقي راه ديال خدله الله يرحمها. وتيقول شتي خوك غيطيح عليه الموطور شتي راه كاينه البنيه الصغيره خويا. فعلا خويا شنو ستلم. قال لي سالا نهار السبت اللي غتجي فيه بابا ستلم. قال لي سالا ما تخليش خوتك كيدخلوا ما تدخليش. انا قلت صافي انا نيتي انا حنا نيتي كنت السم ديال الطوبه والموطور شبه كيدا. قلت صافي واخا. ومشيت لنهار الجمعه قال لي دخلي العسيل لداخل ما تلعسيش في المرح. وقيلا نهار اللي دخلت انا عسله لداخل وقيلا تما فلت انا داك الشيء. انا باش بقيت ناعسه في المرح كيخرج يدخل عندي كيسحب لي غنحل قفل وغندخل للعشاء. الليل كامل صار لي كامل بغيت تينعس بهذيك الثلاثه. انا واحد النهار جلست في المرح بقيت جالسه في المرح حتى 4 الصباح. بالسبت بقيت جالسه وقت لا بالجمعه ما مشي قلاش في الصباح بيت الجمعه 4. انا دخلت للعشاء بقيت جالسه في المرح برا حتى 4 الصباح. هو داخل خارج السيد وجهو صفر ما بغاش كاع ينعس ما بغاش ينعس داخل خارج. كيقول لي دخلت نعس كنقول له لا راه غنعس هنا خاف مني نحل العشاء وندخل نقلب انا بحال حسيت كاينه شي حاجه مادام انه ما بغاش يخلينا ندخلوا بحال حسيت كاينه شي حاجه. مادام انك ما خليتيش تدخلوا حنا ديما كندخلوا تما وكنجلسوا تما علاش ما خليتيش ندخلوا. كيقول لنا ما تدخلوش قلت ليه علاش. لا دير سلعتي تما دير السم تما والسم الكبير هو ختنا الصغير. صافي بقيت جالسه انا تما حتى 5 الصباح بقيت جالسه. انت المقربه ديال خديجه. انا كنت عزيزه عليها ما كانت كتخبي عليا والو. ولكن فهاد ما قالت لك العلاقه ما بينكم؟ ما عمرها قالت لي العلاقه ديال بينه وبينها. ولكن مؤخرا فهمتي بحال كان كيهددها بحال باش ما تقولش لينا حنا شي حاجه. واصلا الدريه باينه من وجهها فهمتي باينه داكشي اللي فيها راه باين. وناض وقتلها وحملها شي غادي تطلب مني التليفون عادي تعطيه التليفون زعما كذا تعطيه. هو هاد مؤخرا هادي تيبقى يغوت عليها تيقول لها نوض تلقي التليفون. وسبحان الله ديك العشاء ما كانش تيجلس يتكيف فيها. هاد مؤخرا في هاد الايامات هادي ولا تيجلس في ديك العشاء بزاف تيتكيف كيسد عليه الباب تيسد عليه الباب وتيتكيف فيها. واخا تيتكيف حيت هو تيخرج للمرح تيتكيف تيجلس يتكيف بزاف. ملي تمشي ندخل انايا بغا نعمل لك شي حاجه تيوقع تيتهرد ليا تيوقف ليا تيقول انا غادي ندخلها. انا والله ما داير على بالي اختي تما كذا. واخا نكون عرفت اختي تما واش تا غادي يقدر يصفيها ليا حتى انايا غايقول كي شافتها وما غادي غتقولها غيصفيها ليا. واحد النهار بغيت نعطيها التليفون قالت لي سالا عطيني التليفون بغيت ندير كانت واحد الفيس عندي في التليفون حاضيه. المهم ما عرفتش شنو تيبقى يقول لي وما عالم عليه غير الله سبحانه وتعالى. هادشي دابا هي الوحيده اللي عارفه. دابا هي الله يرحمه دات مع داك السير هي وحديتها اللي عارفه اشنو داز عليا. كاينه واحد صاحبتها كتعاود ليها كلشي. كاينه واحد صاحبتها كتعاود لها كلشي كتقول هي اللي معاوده لها كلشي كيفاش كانت تقبها وكيفاش حملها وكيفاش فهمتي من بدات الكرش شاف راسو غيحصل قتلها. كاينه صاحبتها ولا كانت صاحبتها ما عارفيناش شكون هي. هادشي اللي قالت لي راه كاينه واحد صاحبتي كنعاود لها كلشي. وكاين هاد البنت اللي كتعاود لها كلشي ما عرفناهاش شكون هي لحد الان ما عرفناش. عرفنا جوج بنات راه مشاو للكوميساريه عطاو الاجراءات ديالهم الاقوال ديالهم. ولكن البنت اللي كتعاود لها كلشي اللي عاودت لها كيفاش دار لها وكيفاش ما هاديك اللي باقي ما عرفناهاش باقي كنقلبوا عليها. واخا عند الاخت ديالها كي كان كيتعامل معها كيتقاوم بالمرات معلقها كيفاش بعد المرات هذوك تيديرها بحال هكايا علقي هذيك كيعنقها تدخلي مثلا شي انايا تدخل زعما كاينه تكون خايبه. نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. كما شفتوا معنا المقطع اللي خليت لكم فجيعه صراحه فجيعه وجريمه خطيره من طفله خديجه من مدينه تفلت 14 سنه اللي غادي يقصفوها في حياتها مسكينه 14 سنه اللي تغتصبات واستغلات وحملات ومن بعد يصفيوها لها باش سرها يمشي معاها. وما عرفناش كيف صرالها وكيفاش طرالها اللي ما رحمهاش اللي ديب خلات امناته على بنياتها. لكن للاسف الشديد خلات ديب في الدار اللي فرس البنيه الصغيره طريه جديده خلى الكبيره فرس في
صغيره مسكينه، وصفاها ليها ودفنها في البراكه اللي عايشين فيها. لما رجعت الام كيقول لها لبنتك هربات، بنتك اكيد دارت شي فعله. وشكون مول الفعله؟ هو. وكيدير دموع التماسيح وكيقلب وكيعاون فيهم، ولا شديتها غنقتلها وغندير ليها لان اطمئن من راسو باللي دفنات وتقتلات وحتى شي حد ما غادي يجيب لها الخبر. لو كان ما خافش وقر ومشى براسو للبوليس، ربما لو كان ما عرفناهاش فين مشات ولا فين اختفت، ولا واقيلا عمرها ما غادي تلقى. غادي يقولوا هربات، دارت شي فعله وهربات. ولكن سؤالنا اليوم على الام، كيفاش هاد الام اوكي دارت ثقه في هاد السيد العمياء، كيفاش ما لاحظاتش على بنتها شي حاجه غريبه؟ كما كسمعتوا على الشهاده نتاع الاخت ديالها اللي قالت لك اختي كانت دائما تلبس تريكو قصير، حتى ولات في التواخر كتلبس طويل. ولما كتقرب من اختها باش تحكي لها شي حاجه فكيبعدها عليها، كيحاول دائما يبعدها على اختها باش ما تحكيش ليها. ولكن الام، الدور نتاع الام فينا هو الدور نتاع الام اللي خصها بنتها 14 سنه مازال تدوش لها، مازال تلبس لها، مازال تقابلها. كيفاش ما لاحظتش على بنتها كرشها كتخرج؟ اي ام كتلاحظ على بنتها حاجات. كيفاش ما لاحظتش على بنتها العلاقه اللي كانت ما بينها وبين راجلها؟ هاد البنت هادي ماشي غير نهار اللي تغتصبات نهار وزوج وثلاثه وربعه وخمسه وعشره، لانها البنت تغتصبات واستمرات في داك الاغتصاب حتى حملات وحتى كبرات كرشها. هذا هو الغريب في الامر. فين كانت الام كاينه في الدار. كيفاش ما لاحظتش ملاحظه على العلاقه اللي كانت ما بينها وبين هذا الراجل هذا؟ ورغم كما شاهدت اختها كان يطمعها، غادي يشري لك كيطمع، غادي يشري لك تليفون، وكيطمعها كيشريها بالطمع. كيفاش الام ما شكاتش؟ كيفاش ما قلباتش بنتها؟ كيفاش ما شداتش بنتها وزيرات عليها تتقر ليها؟ كيفاش ما فهمتش هاد الامهات كيفاش دايرين؟ كيفاش مازال كيديروا الثقه؟ عينا كنهضروا كنشاركوا معكم هاد المواضيع باش كل ام ترد بالها على بنياتها وحتى على الوليدات ديالها، حتى من ابواتهم. يعني ما كنعممش، ماشي كلشي الابوات بحال كاينين ولاد الناس، ولكن البشر الادميه، البشر الحيوان اللي بهذه الطريقه هذا فلا يمكن نديروا فيهم الثقه. دونك هذاك الشيء علاش كنشارك معكم للعبره وليس للفرجه. خوتاتي، الله يرحم خديجه ويوسع عليها، ونتمناو لهذا الوحش الادمي اشد العقوبات باش تبقى عبره لكل واحد يفكر يغتصب شي بنت ويقتلها او يدير فيها شي فعله بحال هذه. خوتاتي وصلنا لنهايه الفيديو، نقول لكم الى اللقاء الى فيديو مقبل ان شاء الله.